لك لا يزيد أبو ليلى ولا طل الخبر ولا حارس العراق جلال الحسن ولا حارس قطر، هذا ياسين بونو. هذا من وجهة نظري حاليا هو أعظم حارس في الوطن العربي من بعد الله في كرة القدم. هو أعظم حارس وأفضل حارس حاليا في المغرب وفي الوطن العربي بأكمله. نعم، تخيل الطابة اللي جابها، حدا بيجيب طابة من الجهة اليمينية هو واقف وصفوها حراس المرمى. ومن وجهة نظري أنا إنه هي أول مرة بتحدث بتاريخ كرة القدم إنه حارس بضل واقف وعم يمشي على الجهة اليمين وبيجيبها هيك، لا ضحك لا ابتسم ولا عطى أي ردة فعل وجاب الطابة. سبحان الله، الكل يذكر الله يا عيال، أمانة برقبكم، أمانة برقبتكم، قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ولأهل المغرب بقول هذا أفضل حارس مر على تاريخ المغرب من وجهة نظري. هذا الحارس، هذا ليس حارس، هذا يا عفو الله يا جماعة، حدا شاف فيكم حارس المغرب ياسين بونو؟ شو اللي عمله أمام هولندا يا جماعة؟ اللي عمله ياسين بونو أمام هولندا بيأكد لك بأنه هو اللي لازم يكون أفضل حارس في العالم يا رجل. ياسين بونو كان السبب الأول والرئيسي بتأهل المنتخب. ياسين بونو ده لازم يدوله جايزة جديدة غير جايزة رجل المباراة، لأن الكلام ده ما يناسبهوش. الراجل ده مثلا عايز جايزة المخترعين الجدد، لأن الراجل ده بيبتكر طرق جديدة في التصدي. يعني مثلا كرة ضربة الجزاء اللي هي الحاسمة، الراجل بيصد الكرة وهو واقف. طب يا ترى بيصد الكرة وهو واقف ليه؟ الراجل ده لقى اللعيبة بتاعت هولندا بتشوط دايما فوق، هو لو قعد يتوقع الكرة هتروح يمين ولا شمال، الكرة هتروح فوق، هو كده مش عارف يجيبها. فالراجل اخترع طريقة ان هو يروح لها بيتمشى، يروح يتصدى للكرة وهو واقف على رجله، عشان الكرة اللي بتبقى دايما صعبة جدا على الحراس اللي هي بتبقى معمولة في سقف الجون، الراجل بمنتهى السهولة بيشيل الكرة وبيحطها على الارض وبيضمن التأهل للمنتخب المغرب لدور ال16 للمرة الثانية على التوالي. تحية كبيرة لشعب المغرب، وتحية كبيرة قوي قوي لياسين بونو اللي بيبهرنا دايما بافكار جديده في حراسه المرمى. ياسين بونو بيغير في ثوابت حراسه المرمى، ياسين بونو بيغير في ثوابت التصدي، ياسين بونو افضل حارس في العالم بعد كورتوا. الكلام ده لما انا قلته لك انت اتريقت عليا من كام يوم. قمه الاستهزاء لما اللاعب او المهاجم بعد ما يشوط الكوره يبص يلاقي الحارس بدل ما يترمي على الكوره لا بيتمشى ويصد الكوره بايده عادي. ياسين بونو اخترع تصدي جديد باسمه حرفيا. قبل ما اللاعب يشوط ضربه الجزاء ياسين بونو بيعمل ايه؟ بيتحرك على الزاويه اللي هو متوقعها قبل ما يشوط بلحظات، وخلاص انت كحارس اتحركت من هنا لهنا، هو بقى هيشوطها لك في الزاويه، هيشوطها لك في المقص، هيشوطها لك تحت، هيشوطها لك فوق، هتجيبها انت في الزاويه كلها. طبعا ممكن واحد دلوقتي ذكي جدا يسال طب ازاي اللاعب شاف ياسين بونو وهو بيتحرك قبل ما يشوط وبرده شاطها في نفس الزاويه؟ ده لان طالما اللاعب او المهاجم خد القرار وجري على الكوره ان هو يشوط في الزاويه دي او في النص او في الزاويه الثانيه، طالما خد القرار خلاص وجري، لو لقى ياسين بونو قعد كده جاب ترابيزه وقعد ومسك شيشه هيشوطها في نفس الزاويه برده، استحاله يغير رايه. ياسين بونو بالنسبه لي دلوقتي هو افضل حارس في العالم من شهور والله العظيم. ياسين بونو يا اخوان عنده تكنيك غريب جدا في ركلات الجزاء، لدرجه ان حتى المتخصصين في ركلات الجزاء يضيعون هذه الركله او يصبحون لا شيء امام ياسين بونو. ياسين بونو يلعب حتى على العامل النفسي، يلعب في نفسيه اللاعب قبل ان يسدد ركله الجزاء. شوفوا حركه ياسين بونو في التحرك، في حركه اليد، كيف يلعب في نفسيه اللاعب يا اخوان قبل ان يسدد ركله الجزاء. شوفوا حتى سمرفيل اللي يعتبر من افضل اللاعبين اللي يلعبون ركلات جزاء، لدرجه انه حتى وضعها في الزاويه 90. لنفترض يا اخوان ان هذه الركله فعلا جات هدف، يعني جات في الزاويه 90، صدقوني العالم كلهم راح يقولون انه مستحيل اي حارس يتصدى لهذه الركله، ولكن ياسين بونو يا اخوان تحرك قبل الكره بهذه الطريقه. شيء للتاريخ يا ياسين، شيء للتاريخ.